اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. لازم تتفرجوا على الفيديو ده لانه مهم جدا جدا جدا. الناس اللي ماشيه بقى بالميزانيه اليوميه او الناس اللي بتمشي بالشهر، هقولك على فكره في الفيديو ده بجد خطيره جدا. هتبصي مش هتغلبي، مش كل يوم الناس بتحتار نعمل اكل ايه نعمل اكل ايه. ان شاء الله في الفيديو ده هعلمك ازاي تعملي منيو ال30 يوم، تمام، ويكمل معاكي بقى ال30 يوم وانت كده مرتاحه ومرتاحه البال. لا هتقعدي تتغلبي ولا تقعدي تقولي اعمل اكل ايه النهارده ولا تحتاسي. تعالي بس نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله ونشوف احنا هنعمل ايه مع بعض واشترينا ايه. تعالي نشوف اشترينا ايه النهارده بال50 جنيه وازاي هنكمل بال50 جنيه دي فطار وغدا وعشاء. بعد ما نصلي على الحبيب المصطفى كده، طبعا النهارده انا خدت ال50 جنيه. جبنا ايه؟ البطاطس لو متوفره عندك مثلا في السوق ب20 او ب25 هتجيبي مثلا كيلو، خلاص. والطماطم ب20 او ب25، هي عندنا هنا ب20، فطبعا هنجيب نص كيلو طماطم، وهقولك ازاي برضو توفري من النص كيلو طماطم ده. تمام. طيب هنعمل ايه؟ بطاطس ب25 او ب20. طبعا انا جبتها ب20، ادي 20 وادي 10، ادي 30 جنيه. والخيار فيه ب15 وفيه ب10. جبنا ب10 جنيه ده برضو طعمه حلو وجميل. جبنا نص، ادي كده 35 جنيه. اتبقى معايا كام بتاع الفطار؟ اتبقى معايا 15 جنيه. تمام كده زي الفل. هنجيب بيهم طبعا الفطار، خلاص. هنجيب طبعا فول، هنجيب عجينة وهنزود الفول بتاعنا بحبيتين طماطم بصلاية، وهيبقى طبق فول محترم، خلاص. والعجينة بتاعتنا تمام زي الفل كده. احنا فطرنا وكمان جبنا الغدا بتاعنا، خلاص تمام زي الفل. طبعا الغدا ده ممكن يقعد كمان عشاء، يعني فطار وغدا وعشاء بال50 جنيه. طيب ايه فكرة بقى المنيو؟ هقولك يا ست البنات يا قمر، انا مثلا كل يوم هعمل ايه؟ كشكول كده، هجيب كشكول او كراسة واكتب فيها كل يوم انا عملت ايه لمدة 30 يوم. هتقولي لي بقى هو انا فاضية عشان اقعد اكتب انا عملت ايه؟ لا، بس انت ممكن تقعدي كده بعد ما جبت الاكل، انا جبت النهاردة كذا، واكتبه. كل يوم هتعملي كده في المنيو بتاعك لحد ما تخلصي ال30 يوم. الشهر اللي بعد كده لما تيجي تبتدي انك انت بقى هتشتري بقى لوازم بيتك، هتجيبي بقى حاجات يومية زي ما انا بشتري كده باليومية. هبتدي ان انا جبت مثلا طماطم وبطاطس النهارده. لو انا عايزه مثلا اجيب اي نوع خضار تاني، مفيش اي مشاكل، ماشي. وكل اللي انتي بتوفريه، ال5 اللي بتوفريها، ال10 اللي بتوفريها، ال2 جنيه اللي بتوفريهم مثلا بتحوشيهم على جنب ليوم تاني. هعرفك برضو تجيبي بيه. احنا منحرمش عيالنا من اي حاجة، ومنحرمش عيالنا من اكل، ومنحرمهمش من شرب. احنا بس بنمشي البيت حسب الميزانية اللي بتبقى معانا، خلاص. هتوفري مثلا ال5 او ال10 دي، او ال2 جنيه او ال3 جنيه اللي انت بتجيبي بيهم مثلا الصابون بتاع المواعين، اللي انت مثلا معلش الله يعزكم ويرفع قدركم، يعني كيس الزبالة اللي انت بترميه للزبال. كل الحاجات دي بتوفر معاكي. ال5 جنيه اللي هتوفريها بتجيبي مثلا بيها العيش. كل الحاجات دي برضك هتوفر معاكي. ده المنيو بتاعي مثلا انا. بعمل ايه؟ بعمل ال30 يوم. كل يوم بكتب انا عملت ايه النهارده، زي ما قلت لك. كل يوم انا عملت النهارده كذا بكتب، عملت النهارده كذا بكتب، حسب بقى طبعا الايام بتاعتك، سواء مثلا او الشهور بتاعتك، سواء صيف او شتاء، حسب الاكلات اللي بتبقى في الصيف او في الشتاء. عملتي بصارة اكتبي، عملتي بطاطس اكتبي، عملتي كوسة اكتبي، عملتي فراخ اكتبي، عملتي بشاميل اكتبي، عملتي سجق اكتبي. المهم ان انتي يبقى في ايام كاتبه فيها المنيو، علشان لما تيجي تصطبحي على الصبح كده وتقولي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم هنعمل اكل ايه النهارده، يبقى انت عندك افكار في المنيو بتاعك انك انت تشتري على حسب برضو ميزانيه ايدك. ادي اول فكره معانا. طيب تاني فكرة بقى نوفر ازاي في الطماطم. طيب بص يا ست البنات يا قمر، الطماطم ده نص كيلو، خلاص. هوفر منه ازاي؟ ممكن اعين منه حبيتين، وتاني يوم لو جبت نص كيلو اعين منه حبيتين، وتالت يوم لو عينت نص كيلو يعني لو جبت نص كيلو هعين منه حبيتين. اديني وفرت اهو ربع كيلو طماطم لاكلة تانية او لطبخة تانية او لطبق سلطة، او هتحطيها في اللانش بوكس العيل من عيالك. الخيار نفس الكلام،
ماشي. ممكن تحطيه مثلا تفطري وتعيني مثلا خيارتين كده تحطيهم برضو في اللانش بوكس بتاع عيالك. ادي افكار برضو اهو. خلاص. طيب نعمل بقى صينيه البطاطس النهارده، دي خطيره. الصينيه دي انا بسميها صينيه المصايف. ليه؟ لان هي سهله جدا بس طعمها رائع رائع رائع. معلقه زبده وحبه زيت ونحط عليهم البصله بتاعتنا حسب كميه البصل اللي عندك، بصلايه بصلتين زي ما تحبي، بس هي بتحب البصل. ونحط بقى البصل ونشوحه شويه، وبعد كده ننزل بالطماطم بتاعتنا متقطعه زي السلطه كده مكعبات. بعد كده هنزل بمعلقه من الصلصه، لو مش متوفر صلصه مش لازم خالص خالص، هنحط معلقه من البابريكا، وهتبلهم شويه كده مع بعض واشوحهم زي ما انت شايفه كده. بالله عليكي ما تنسيش اللايك للفيديو ده وتصلي على الحبيب المصطفى. طيب انا مش هحط مرقه خلاص علشان اعزز طعمها، انا هحط ايه علشان اعزز طعمها؟ ليه؟ عايزين نقلل شويه من موضوع المرقه ده في الاكل. تمام. بعد ما نصلي على الحبيب المصطفى، عندي البهارات بتاعتي ايه؟ توم بودره، بصل بودره، فلفل اسمر، كمون، كزبره، ومعلقه كبيره من الملح. حطيتي ليه التوم البودره والبصل البودره، وعندي كمان شويه كده من الزعتر صغننين جدا. خلاص، علشان ما كانش يعني كان عندي كتير فحطيت الشويه اللي كانوا موجودين يعني. خلوا بقى طعمها رهيب، بجد طعمها رهيب. حطينا بقى البطاطس بتاعتنا وقلبناها، نشوحها كده مع الخضار بتاعنا، وحطينا كوباية من المية وهنقلبها. هقولك ازاي برضو ممكن تاكلي فراخ او لحمة مع الاكلة. يعني الاكلة مثلا اكلة ممكن عايزة تتعمل ارداحي، لا انت ممكن تخليها بلحمة وفراخ لو عملتي الطريقة اللي انا قلتلك عليها دي. خلاص. بعد ما نصلي على الحبيب المصطفى، بص يا ستي، هنا قلبناها كويس جدا وهنسيبها بقى تتسبك شويه. واول ما احس ان هي البطاطس بتاعتي ابتدت تستوي كده، يعني احط المعلقه تتقسم معايا بس ما تكونش مهريه. خلاص. هبتدي ان انا احطها بقى في الفرن من فوق كده، تاخد اللون وتاخد التشميعه وتنشف معايا كده شويه. هنيجي بقى نعمل شويه الرز. مش ممكن ما تعمليش بقى الرز بالشعريه، خلاص. ممكن نجيب نص كيلو رز، كيلو رز حسب الافراد، يعني الاكله دي الوجبه دي ممكن تكفي مثلا 5 افراد. تمام. هنعمل ايه؟ هنجيب يا ستي ناخد معلقتين كده من الرز بتاعنا، نحطهم في شويه الزيت خلاص ونشوحهم، نحط عليهم شويه ملح بس بصوت عشان ياخدوا لون موحد، ونشوحهم كده زي الشعريه، ياخدوا بقى اللون الاصفر الجميل الذهبي ده. وبعد كده نحط الرز، بقيه كميه الرز ونشوحهم برضو. بصي احلى رز هتاكليه اللي انت بتشوحيه بايديكي كده ويبقى مفلفل معاكي. وتحطي بقى كميه الميه المظبوطه. ماشي. بنحط بقى ميه سخنه، ميه من الحنفيه. انا عن نفسي بحط عادي ميه من الفلتر عادي، مش لازم ميه مغليه من الكاتل ولا حاجه. بس انا بحب احط له بقى حاجه كده، بحط له ورقتين لوري كده، بحبهم قوي في الرز. تمام. نقلب بقى كويس كده ونسيبه بقى يستوي. هنا بقى كان خلاص الاكل بتاعنا بقى زي الفل. تعالي بقى اقولك انا وفرت ايه في الفراخ. انا بقى كنت كل لما بجيب مثلا فرخه او فرختين بعين منهم قطع، علشان لما اجي في يوم هعمل اكل ارداحي يبقى معايا مثلا ايه 3 قطع 4 قطع. ماشي، ممكن ما يكونش على عدد الموجودين بس كله هيتراضى وكله هياكل من الايه، من الفراخ او اللحمه. يبقى كل ما تجيبي مثلا فراخ او لحمه ممكن تعيني منها حته. وطبعا الليمون ده مستمر معانا في كل الفيديوهات. ما تنسوش تحطي لايك للفيديو ده.